العروبي، عاد إلى منصور. أتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة. دخول طبيب الوداد كذلك. أتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة، أنا أعتقد اصطدام قوي من الإسعافات. اصطدام بالرأس، ضربة رأسية كانت ما بين يحيى يحيى جبران. أعتقد بأنه هو الذي أصيب في هذه المحاولة. ما زالت تقدم الإسعافات، هذه الإعادة للهدف الأول الذي سجله الكرتي. بعد سجل اللاعب اسماعيل الحداد هذه المحاولة التي أعطت ضربة جزاء الذي سجلها كانت لمسة أنوني قاد هذا المقابلة بقوة. إذن على العموم ما زالت الإسعافات تعطى ليحيى جبران. أتمنى صراحة ما أتمناه يكون يحيى جبران في أمن، لأنه لا شيء يساوي ويضاهي السلامة الصحية ولا الجسدية لأي لاعب. صراحة أنا مثلكم أتابع وأترقب ما سيكون. ربما أعتقد بأنه حسب ما الزملاء كانوا قراب، لأنه لحد الآن ربما الحالة الصحية في تحسن. إذن الآن يتنفس الصعداء. إذن شكرا الزملاء لكي يوافقوني الآن. أكيد بأنه العائلة الصغيرة ليحيى جبران وأيضا العائلة الرياضية الكبيرة. الآن يحيى جبران يسترجع التنفس العادي والطبيعي. مجهود غير مشروط وغير مشكور، كذلك مشكور من طبيب الوداد علاء، وكذلك بالنسبة لطبيب فريق المولودية الوجدية. إذن على العموم المباراة تسير نحو النهاية. تسير إذن الآن يعتقد بأنه استرجع عافيته. إذن على العموم اطمأن